البيبي بتاعك بيتحرك، هل ده دليل ان هو هيطلع شقي؟ هقولك. اهلا بيك في فيديو جديد من سلسله خدعوكي فقالوا. النهارده هنتكلم عن مقوله يمكن مش منتشره قوي لكنها موجوده. بتقول ايه بقى المقوله دي؟ بتقول ان الطفل طالما بيتحرك كتير في بطن مامته ده معناه انه هيطلع شقي. طب هل ده صحيح؟ هل في دليل على الكلام ده؟ والعلم بيقول ايه؟ مبدئيا خلينا نقول ان احنا بنحترم كل اللي بيقولوه الكبار او المش كبار بس بنقلل منه، ولكن اغلب اللي بيقولوه بيتبني على خبرات حياتيه ممكن جدا تكون مجرد صدف. يعني واحده كانت حامل والطفل كان بيتحرك في بطنها كويس، وبعد ما خلفت الطفل طلع شقي، ربطوا بين دي ودي. بعد تكرار الصدف ومرور الوقت بقت بالنسبه لهم واقع بيتناقلوه بينهم. طيب تاني، العلم بيقول ايه؟ احنا هنا بقى نتكلم مفيش اي دليل علمي على اللي بيتقال ده، وده لان التفسير العلمي اصلا لحركه الجنين بتكون بسبب الجهاز العصبي بتاعه او نتيجه تفاعله مع البيئه المحيطه، زي صوت مامته، حركته العاديه وتغيير وضعه. كل ده ملوش علاقه بسلوكه بعد كده، لان مجرد ما توليد الطفل سلوكه وشهوته كل حاجه بتكون مكتسبه من طريقه التربيه والبيئه اللي موجوده حواليه. عشان كده اقدر اقول ان شقاوه الطفل ملهاش علاقه بحركته وهو جنين، وان المره دي اشاعه وخدعه من الخدع